عملت معاكم الفيديو اللي فات عن القلقاس، وقلنا ازاي نشتري القلقاس اللي هو يستوي زي الزبدة ويبقى لونه ابيض وحلو. وكمان امتى الوقت اللي احنا ممكن نشتري فيه القلقاس ونخزنه. كل ده قلناه في الفيديو اللي فات. النهارده الفيديو عن خضرة القلقاس، ازاي تعملي خضرة للقلقاس لونها اخضر طعمها حلو. لان الخضره برضو لو قسيتي عليها بالحراره طعمها ما بيبقاش حلو، لونها ما بيبقاش حلو. فنشوف ازاي نعملها وفي نفس الوقت ما تاخدش منك مجهود كتير. تعمليها في 10 دقايق تقريبا وتاخدي احلى خضره قلقاس ممكن تاكليه. انا بالنسبه لي معلش انا بعمل خضره القلقاس كزبره بس، مش بحب احط سلق. طبعا اغلبيه الناس بيحطوا سلق، فانت هتحطي السلق مع الكزبره عادي اللي انت متعوده عليه لو انت بتحبي السلق. بس انا افضل جربي طريقتي ودوقيه. اول حاجه هنا انا عندي كزبره خضراء، انا جايباها وغسلاها وحطيتها على فوطه نظيفه كده لغايه ما نشفت تماما، ما يبقاش فيها اي نقطه ميه. تمام. بعد كده رحت قطعت الجزء العيداني اللي فوق دي، قطعتها مش هرميها، انا هعمل بيها محشي، هشيلها في الفريزر لما استخدمها، خساره ما ترميهاش. وبعد كده بتبتدي تقطعي الجزء اللي فيه الاوراق. حابه ان انت تقرطفي الاوراق زي الملوخيه هتبقى احسن، بس بصراحه متعبه. فانا بشوف الحاجه اللي تديني نتيجه حلوه وبسرعه. فانا بقالي سنين بعمل الطريقه دي، بشيل العيدان واقطع الكزبره. الكميه بتاعتك كلها تقطعيها بنفس الطريقه. بعد كده عندي انا هنا عامله في صينيه عشان تبقى واسعه سنه، عندك طاسه كبيره تمام، طاسه على النار هتحطي فيها الماده الدهنيه بتاعتك. انا حاطه زبده على زيت، حابه تحطي سمنه تمام، حابه تحطي زبده بس هتتحرق، لازم يبقى معاها برضو حبه زيت بس تمام. بس يعني ما انصحش ان انت تخزنيها وانت عاملاها بزيت، مش بتبقى ظريفه والزيت طعمه بيغير على طول. انا كده عملت زبده على زيت وابتديت ان انا النار تبقى متوسطة في الأول، وبعد كده بهدي النار قد حوالي 5 ل7 دقايق، بتلاقيها بالمنظر اللي قدامك دوت. في الوقت ده أنا مسخنة الفرن بتاعي، فرن البوتاجاز، على أقل درجة حرارة ممكن توصلي لها في الفرن. شوفي فرنك درجة حرارته كام وأقل درجة حرارة توصلي لها. طب نفترض فرنك أصلا عالية، حرارته عالية، لا هتلسع وهتدي طعم وحش للكزبرة. هنتصرف إزاي؟ هقولك دلوقتي. انا كده حطيتها في الفرن، وكل 5 دقايق كنت اروح اديها تقليبه لغايه ما لقيتها صوتها بيخروش تماما. وامسكيها بايدك كده، افركيها، هتلاقيها خلاص بقت ناعمه. يبقى كده تمام. انا ما وقفتش اكتر من 7 8 دقايق في عمايل الكزبره بتاعتي. بعد كده بتجيبي الخلاط او الكبه بتاعتك وتبتدي تفرميها فيها. يفضل ان انت تعملي العمليه دي وهي دافيه لسه، ما تكونش بردت عشان تنعم معاكي قوي. هتلاقيها نعمت وبقت زي الفل، ناعمة جدا، لونها أخضر وجميل جدا. طالما انت عملتيها على نار حرارة، على درجة حرارة واطية، ما تكونش الحرارة عالية. لو الحرارة عالية بتديكي لون مش حلو، وطعمها كمان بيتغير مش بيبقى حلو خالص. فانت اعملي على زي الشمع الحرارة، سواء البوتاجاز، عيني البوتاجاز لو بتعملي من فوق أو لو حطيتيها في الفرن أقل درجة حرارة. طب فرنك عالي هتعملي حطيها في الميكروويف، هتديكي برضو نتيجة زي الفل. وانا كنت عملت معاكم قبل كده الخضرة القلقاس اللي من غير دهون خالص، هنزل لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف.